هيا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو انزله. الحواوشي احنا دايما عارفين ان هو لحمة، بس النهاردة بقى هنعمل حواوشي مختلف شوية. هنعمل فيه افتكاسات، وكمان يعني مش شرط مش عندنا لحمة يبقى منعملش حواوشي. لا، احنا النهاردة هنعمل حواوشي فراخ وحواوشي سجق، وكمان هنعمل حواوشي لحمة لان هو يعتبر المايسترو، بجد لا غنى عنه. بس عاوزه اقول لكم ان بجد الحواوشي السجق والحواوشي الفراخ دول طلعوا اختراع، بجد حلوين قوي، وكمان يعني موفرين. اعتقد السجق بيكون متوفر ويعني مش مكلف زي اللحمه، كمان الفراخ مش مكلفه زي اللحمه. عاوزه اقول لكم ان هما طعمهم بجد تحفه. هنبدأ أول حاجة بحواوشي الفراخ. هنا معايا فراخ مفرومة صدور أو راك المتوفر عندكم عادي، المهم نفرمها تمام. معايا 300 جرام ومعايا 150 جرام من البصل المفروم، يعني حوالي بصلتين وسط كده كبيرة. ومعايا فلفل ألوان أحمر بقى وأصفر، ومعايا فلفل رومي أخضر، وكمان فلفل حار. ومعايا 50 جرام من اللي هي الضاني يا جماعة، دهنة اللي هي بجد بتكون حلوة قوي، بجد الحواوشي بيكون تحفة بيها، كمان لما نضيفها الفراخ هتدي طعم تحفة. معايا معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من البهارات والفلفل الاسود والبابريكا والكاري والثوم البودر والبصل بودر، دي التوابل بتاعتي. ومعايا معلقتين كبار كده من الزيت. تمام. الفراخ معايا مفرومة سواء الصدور او الاوراق مفرومة معايا. ومعايا البصل 150 جرام، او يعني بالمعدل كده زي ما قلتلكوا 2 بصلة وسط او كبيرة شوية. وضفت الفلفل الالوان، تقدروا تستغنوا عن الفلفل الحار بس انا بحب الحواوشي سبايسي شويه فهيكون بجد تحفه. وضفت الليا وضفت التوابل بتاعتي، ومعلقه صغيره بقى من الثوم المفروم، وضفت معلقتين كبار كده من الزيت. وهقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. عاوزه اقول لكم كمان ان يا ريت نستخدم ايدينا مش المعلقه، يكون افضل. ونعجن بقى اكننا بنعجن في عجينه، علشان البصل طبعا يدخل مع الفراخ، والفلفل واللية اللي هي الدهن دي تدخل مع الفراخ، كل المكونات بتاعتي تبقى متجانسة مع بعضها وداخلة، نيجي نفصلها كده نحس ان هي عملت خيوط. معايا هنا بقى السجق اللي هنستخدمه، ده سجق بلدي، ممكن تستخدموا سجق شرقي عادي اللي تفضلوه او اللي انتوا تحبوه. المهم بس ان انا هاجي عند السجق كده وهقطعه بالسكينة او هشقه كده بالسكينة علشان اشيل اللي هي الجلدة اللي بره دي وافضي الحشو بتاعي. بس انا عاوزة الحشو لان الجلدة دي لما اجي اكل او يعني تبقى في الحواوشي كده معايا هحس بمضغة كده، لان هي طبعا مش بتستوي، عبارة عن حتة جلدة، فلا هشيلها خالص. معايا كيلو الا ربع من السجق، ومعايا 350 جرام من البصل. عاوزه اقول لكم ان البصل بتاع الحواوشي تظبطوه تحطوا نص الكميه، يعني نص كميه اللحم نص كميه الفراخ نص كميه السجق اللي انتوا حابينه، حابين تزودوا براحتكم حابين تقللوا براحتكم، بس هو بيكون يعني النص بيكون مظبوط جدا. ومعايا طبعا فلفل الوان اصفر واحمر، ومعايا رومي، ومعايا فلفل طويل، ومعايا ملح وفلفل اسود وبهارات وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، نفس البهارات اللي حطيناها على الفراخ بس ما عدا الكاري، حطينا الكاري مع الفراخ عشان بيديها طعم حلو قوي. ومعايا برضو معلقه صغيره من الثوم المفروم. هنا ما ضفتش طبعا اي دهن، لان السجق اصلا بيكون فيه نسبه دهون عاليه، يعني بيكون لحم ونسبه دهون عاليه. طبعا هنعجنه بنفس الطريقه اللي احنا عجننا بيها الفراخ بايدينا كده لحد ما نحس المكونات كلها دخلت مع بعض. معايا هنا اللحمه، معايا نص كيلو من اللحمه 500 جرام، ومعايا 250 جرام من البصل. ومعايا برضو الفلفل، هتلاقوني مزودة فلفل، انا بحب الفلفل، بحب الحواشي يكون يعني انا حسب طعم الفلفل فيه كده، بجد جربوه زودوا الفلفل، كمان لو فلفل سبايسي بيكون تحفة. اللحمة بقى مش هنضيف لها توابل كتير، هو ملح وفلفل اسود وبهارات وبابريكا بس، مش هنضيف توم باودر ولا اي توابل تانية. ومعايا بقى هنا 500 جرام من اللحم، هحط لها من 150 ل 200 جرام من اللية، تقدروا تضيفوا 250 بس انا بحس ان 200 جرام مظبوطة قوي، من 150 ل 200 جرام براحتكم. هنعجنها برضو زي الفراخ والسجق كويس قوي لحد ما نحس ان المكونات دخلت مع بعض كده، وحتى هتحسوا ان اللون بتاعها اتغير.
انا علشان اسهل على نفسي عملتهم كور كده وكورتهم كلهم، الفراخ والسجق واللحمه كورتها كوره على قد العيش بتاعي. تمام، سواء العيش هيكون بلدي او عجين زي ما انتوا حابين، بس انا بحب الحواوشي بالعيش البلدي جدا جدا جدا، بحسه يعني يكسب كمان عن الحواوشي الاسكندراني. حطيت الكوره اللي انا حطيتها واللي انا كورتها في الرغيف بتاعي على قده، وانا فتحاه كده فتحه من فوق بالمقص بسيطه خالص، او ممكن بايدينا. مش عاوزين نزود الفتحه قوي علشان لما بيجي يستوي يعني بيعذبنا وبيفضل يتفتح ويتني كده. لا، هي فتحه صغيره يدوب بس ادخل ايدي وابدا افرد الفراخ بتاعتي كلها. عايزه اوصل الاطراف، وصلوا الاطراف يا جماعه، ما تسيبوش الاطراف فاضيه، لا وصلوها كلها كده. عاوزه اقول لكم ان الكرة دي كانت حوالي 100 جرام، يعني من 90 ل 100 جرام. انا طبعا حبيت اضيف جبنه موتزاريلا، يعني بتاخد الطعم لحته تانية خالص، ونحس بقى ان احنا مش بناكل حوشي في البيت، لا احنا يعني مكلفين شويه كده، بيكون طعمه حلو قوي. ده حواوشي السجق كله بنفس الطريقه وكله نفس الحجم، يعني السجق زي الفراخ زي اللحمه كله نفس الحجم، وكله بحطله جبنه بيكون تحفه. جربوه، بالذات الجبنه الموتزاريلا مع السجق بيكون حلو قوي. في الجريل بقى تقدروا تسووه في الجريل على البوتاجاز او في الطاسه، او تقدروا تسووه في الفرن كمان، سواء هنسويه على الطاسه او على الجريل. انا بدهن الجريل بتاعي بس زيت، لكن لو هدخله الفرن بدهن الرغيف بتاعي نفسه وش وظهر بدهنه زيت، وبحطه على صاج او على صينيه وادخله الفرن وبقلبه كل وقت للتاني. انا حطيته هنا على الجريل على البوتاجاز، بس طبعا ما تنسوهوش زي كده لان انا نسيت شويه كده، سهيت عليه معلش، اتحمش مني شويه، بس اوكي كان مقرمش يعني مكانش لسه اتحرق قوي. عاوزه اقول لكم بقى ان هو بيكون سخن قوي، بس طبعا انتوا لو عاملينه بالجبنه لازم تاكلوه هو سخن علشان تحسوا ان الجبنه بقى معاكم يعني باينه وبتشد كده، وبجد كان تحفه. هنقلبه بقى طبعا يعني على الجنب ده وعلى الجنب ده، كل ما احس ان الجنب اتلون او اخد اللون الذهبي اقلبه على الجنب التاني. عاوزه اوريكم قد ايه هو سخن، وقد ايه بجد ريحته كانت طالعه وتحفه. ما كنتش متخيله ان حواوشي الفراخ والسجق هيكون حلو كده، وبجد هيبهرني. لا حقيقي حلو قوي، وكمان سبايسي كده شويه مع اللي هي في الفراخ اللي هي الضاني دي، بجد عامله شغل عالي قوي، حقيقي خطير. لازم تجربوه، وتجربوا على قلب الفراخ بس او بالسجق بس، مش شرط التلاتة مع بعض. وطبعا الناس المحبين اللحمة خلاص تمام، بس لازم تجربوا الوصفتين دول حلوين قوي. والجبنة ميكس الجبنة مع السجق خطير، لازم بجد تجربوهم. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.